السلام عليكم. في كتير بيجي يسألني استخدم ده كمزيل عرق ولا ده ولا ده، وايه الفرق بينهم؟ يلا نقول. لو انت الحمد لله انسان طبيعي ما عندكش مشاكل حساسية، العرق بتاعك مش فيه فرط عرق او ما بتعرقش جامد، او طبيعة عملك مكتبي والحمد لله ما بيجيلكش حساسية كتير، فالاختيار الامثل ليك هو ده. الناس بقى اللي عندها فرط تعرق، الناس اللي بتنزل مواقع، الناس اللي بتطلع في الحر كتير، الناس اللي بتتحرك كتير، الناس اللي بتنزل جيم او نادي رياضي كتير بانتظام، وعايزة حاجة تمنع التعرق بطريقة شديدة مش في العادي، حاجة اقوى شيء، فابو غطا احمر. ابو غطا احمر. حبايبنا بقى اللي عندهم حساسية شديدة أو كل ما يلمس أي حاجة جلده يحمر أو جسمه كله يحمر، فياخد الطيب المسالم ده أبو غطا أبيض، بيكون بدون ريحة وبدون مواد حافظة قدر المستطاع، فبيبقى أحسن اختيار ليهم. ده الفرق بين التلاتة، وكل واحد يستخدم أنهي لون، اللبني ولا الأحمر ولا أبو غطا أبيض، وهو من أحسن أنواع مزيلات العرق اللي موجودة في السوق عموما يعني. ومش شرط يكون هو اللي هيفيدك، يعني في ممكن بتفضل تجرب لغاية لما تلاقي حاجة مناسبة ليك. ف... لكن ده الفرق بين التلاتة دول.